كنت عملت فيديو عن مشروع اوبسيديار، وكان معايا الاستاذ احمد مجدي، واتكلمنا فيه عن كل التفاصيل الخاصه بمشروع اوبسيديار. ودي سابقه الاعمال الاولى لشركه دبي. يعني انا قلت اجي برضو وانقل للعميل كل حاجه موجوده على ارض الواقع بسابقه اعمال الشركه. كابيتال دبي مول اول مول ترفيهي موجود في منطقه الار 7. احنا بنتكلم على مول ترفيهي على مساحه 13500 متر، مشروع كله تجاري بالكامل. تمام. النقطه الثانيه، المشروع ده من المشروعات اللي عوامل نجاح اي مشروع تجاري متوافره فيه، بمعنى مشروع تجاري بيخدم على مجمع جامعات نوليدج هوب اللي فيه جامعه كوفنتري شغاله بقى لها 3 سنين، ده حقيقي. جنب الجامعه السويديه، وعندي اكبر كتله سكنيه موجوده. اكبر كتله سكنيه واكبر جامعات وثلاث مدارس انترناشونال. فانا هنا بخاطب الترافيك الثابت والترافيك المتحرك. عندي 48 كومباوند سكني في منطقه الار 7، ده غير ال 11 في منطقه المستثمرين اللي قدامي. فبالتالي هنا عوامل نجاح اي مشروع تجاري متوفره في المشروع. لوكيشن، احنا على المحور المركزي للجامعات، ده محور الجامعات. فالمين رود اللي احنا اتكلمنا عليها محور رئيسي، ده غير المدخل الممشى السياحي او شارع الشانزليزيه اللي بيدخلني منطقه الخدمات اللي فيها المدارس، ميديكال سنتر موجود عندنا، مكتبه مركزيه. دي اكبر منطقه خدمات موجوده في الار 7. هو دايما يعني اللوكيشن هو اهم حاجه عندي. فانا لما يكون عندي مول خدمي بيخدم على اكبر كتله سكنيه موجوده في منطقه المستثمرين، زي ما لو الكاميرا لفت معايا كده، دي منطقه المستثمرين الطرح الثاني، وده محور الجامعات. فلما يكون عندي مول خدمي بيخدم على اكبر كتله، احنا بنتكلم في اكتر من 40 كومباوندز موجود في المنطقه دي. 48 كومباوند. 48 كومباوند. فحضرتك متخيل الترافيك لما تكون الكومباوندز دي ساكنه وموجوده وفيها حياه. فطبعا لما يكون عندي مول قريب من المنطقه السكنيه، الاسره هتنزل هتجيب ده غير المتطلبات بتاعتها، سواء من الهايبر ماركت بالزبط. او بالليل ممكن ينزلوا يقعدوا في المطاعم، في الكافيهات، المحلات الخاصه بالريتيل. صح. فانا شايف ان هو طبعا فرصه كويسه جدا جدا في العملاء اللي بيكلموني دايما على المحلات اللي بتكون موجوده في قلب المناطق السكنيه. دي حقيقه. فطبعا حبيت ان انا اجي وانزل واوريكم من على ارض الواقع، افضل من ان انا اتكلم في المكاتب وكده، عشان يبقى العميل شايف كل حاجه، الاسعار، المساحات، انظمه السداد، شركه الاداره والتشغيل، المشروع اتبنى من امتى وطرحتوه من امتى، ونسبه مبيعاته دلوقتي قد ايه. احنا بدانا في المشروع في 2018، امتلكنا قطعه الارض، دفعنا فلوسها كلها بالكامل، بدانا انشاءات فيها، ابتدينا بيع فيها في 21، يعني بعد جميل سنتين وصلنا للانشاءات 80%. النهارده الحمد لله احنا 100% في الانشاءات. هتسلموا امتى؟ خلاص هنسلم كمان 6 شهور، 30/5/23. انا فاضل لي شغل الكلادنج الواجهاتي والسكوريت، ده اللي فاضل في عندي في التشطيبات. المشروع فيه انفنتوري فيه متاح، انا عندي بلازا 3500 متر عليها كافيهات ومطاعم ستيل موجود عندي البنوك، عندي الاي تي ام سنتر، طبعا انا عندي بيوتي سنتر، عندي الجيم، هايبر ماركت. عندنا يقدر العميل من اول كام يشتري؟ من اول سعر كام؟ من اول 3 مليون. عندنا 37 متر ب 3 مليون عندنا في الدور الاول، واحنا بقى طالعين على حسب ما بنزود المساحه بيزيد. طب هل المحل ال 37 متر ده هل ممكن ينضم عن اللي جنبه ويتفتح؟ طبعا. طب مين شركه الاداره بقى اللي ماسكه اللي هتمسك التالنت ميكس؟ طيب خليني اشرح لك حاجه. اول حاجه الاستشاري الهندسي بتاع المشروع ده مهندس محمد حافظ، من الاستشاريين المميزين جدا اللي عارف يستغل قطعه الارض دي كويس جدا، لان هو غير ان انت على نصيتين فعندك محلات على واجهه مميزه، لا عمل لك بلازا مساحتها 3500 متر، فخلي لك كل المحلات الارضي والاول والثاني واجهه. جميل. فبالتالي بقى عندك محلات مميزه ومحلات كمان اكثر تميزا. النقطه الثانيه ان انت كنت بتكلمني مثلا دلوقتي تفصيله المشروع ده عامله ازاي. انت عندك مطاعم وكافيهات تحت، وعندك فود كورت موجود عندك فوق، عندك كل ما هو يقدر يخدم العميل خدمي يخدم المنطقه السكنيه بالظبط، وترفيهيه عشان عندك كيدز اريا، وجامعات جنبك موجوده هنا، وجامعات جنبك اعلى فيها شرائيه واقوى فيها شرائيه طلبه الجامعه والمدارس، لان هم دول اللي بيحركوا الحياه الصبح. انا بخدم كام جامعه؟ بخدم كوفنتري مجمع جامعات، في جامعتين كمان موجودين جوه، ده غير الجامعه السويديه اللي بعديه، تمام، غير المدارس الانترناشونال، غير السكان ده غير السكان. تمام. فعشان كده بقول لك عوامل نجاح مشروع تجاري موجوده فيه. حي الدبلوماسي بعديه، انا محور المركزي بعديه حي الدبلوماسي بعديه الار 8. مين شركه الاداره والتشغيل؟ شركه الاداره والتشغيل ميشن 235. هي الشركه اللي بتدير اوبسيديار. هي نفس الشركه اللي بتدير اوبسيديار، لان انا هنا بتعامل مع مدارس بعقد رسمي، دي مش مذكره موجود عندنا في العقد بتاع شركه دبي. اشتراطات شركه الاداره والتشغيل موجوده عندنا في حته الاستلام. لحضرتك لما هتستلم المحل بتاعك قدامك مهله قد ايه تشطبه، وبعد ما تشطبه يعني عندك تشغيليا هيبقى ماشي زي المول. مطاعم من اول كام وكافيهات دور ارضي
ارضي. دور ارضي بنتكلم ستارت 11 مليون، اوكي، في مساحه بنتكلم في 120 متر، ومعاها اول دور 30 متر، وبعد كده عندنا الدور الاول للريتيل بقى بيبدا معانا من 3 مليون على حسب بقى المساحه، بنوصل ل 8 و9 و10. وعندنا الهايبر السداد. ماركت بقى هي المساحات الكبيره. نظام السداد هايل، مشروع انا بنيته، فمش هيعدي عليا زياده اسعار فيه. يقدر العميل يدخل ويشوف المحل بتاعه، يعني دي بالظبط. حاجه كويسه انا جدا بنيته يعني. تمام، فبالتالي مش هيعدي عليا زياده اسعار حديد واسمنت. النقطه الثانيه اشتريت الارض كاش فخدتها بسعر حلو، فبالتالي النهارده انا بوفر لك بيمنت بلان وسعر تنافسي إيه جدا، هو؟ وفي فرصه استثماريه رائعه ايه جدا. هو تمام. السداد؟ حضرتك بتسدد لي، بتدفع لي 15% مقدم، بتقسط على 5 سنين، مشروع هيتسلم كمان 6 شهور، حضرتك هتستلم محلك بنسبه مش معديه 30%. ده ما هايل. لهاش وجود في العاصمه الاداريه وبره العاصمه الاداريه. ده هايل. نسبه استلام محل مبني النهارده بنسبه 30%، فرصه استثماريه رائعه جدا يعني. انا شايف بصراحه ان اللي هيكون عنده محل في المول هنا، اعتقد ان في خلال 4 سنين 5 سنين، عشان يكون الواحد واقعي وصريح، يعني انا ما بحبش اتكلم الكلام بتاع التسويق والزهق. المشروع ده هيشتغل على 4 كذا 5 مرحلة. سنين، انا شايف ان 4 5 سنين كمنطقه سكنيه. هقول لك حاجه، المشروع ده هيتسلم في 30/5/23. احنا ليه اخترنا ميعاد الاستلام في 30/5/23؟ عشان الكومباوندز اللي حوالينا كلها واللي على المحور المركزي هتسلم في التوقيت ده، فبالتالي انا اخترت توقيت يبقى الناس بتستلم شققها وفيلاتها، وفي حاجات ليهم لمتطلبات بالظبط الحياة. فانا ابتديت اشتغل. فهو امتى تسكن، امتى تقدر تعيش في اي مكان؟ لما يكون في خدمات. طبعا. انا اول حد هيقدم الخدمات، فحضرتك وانت بتشطب شقتك هتبقى قاعد عندي في الكافيه لغايه لما الناس تخلص في الشقه الشغل بتاعها. حضرتك عاوزه تيجي تبصي على فيلتك، فتسيبي ولادك في الكيدز اريا وتطلعي تبصي على فيلتك. تمام. فبالتالي انا المنفذ الوحيد اللي هيبدا يشغل منطقه الار 7 او هيخدم على الكومباوندز اللي موجوده حواليا. فبالتالي انا هشتغل على طول. في 2 باركينج تحت الارض. عندنا 2 بيزمنت تحت الارض مساحه 20,000 متر. تمام. بيشيلوا حوالي 700 عربيه، بيشيلوا حوالي 850 عربيه. 850 ده غير عربية. الجزء المخصص للمخازن اللي هتخدم لي على المحلات نفسها. طيب ده كان فيديو انا حبيت ان انا اجي يعني انقله لكم عشان حضرتك تبقوا شايفين حجم الانشاءات. وانا بحترم دايما الشركه اللي بتبني وتخلص وتطرح مشروع للبيع، عشان لو العميل متخوف من العباءه الماليه، لا احنا بنتكلم وكل حاجه موجوده، فده بيدي مصداقيه اكتر دايما بالتحديد في العقارات بالذات يعني. في عملاء بتحب تشتري الحاجه وهي شايفاها بعينيها. دي فرصه استثماريه حقيقيه تقدر تستغلها، ان انت النهارده شايف محلك بعينيك وانت بتشتريه. واللي شجعني كمان ان انا اتكلم على مشروع يعني اوبسيديار وارشحه للعملاء عندي، ان انا شفت سابقه اعمال موجوده على ارض الواقع. انا في شركات عندها 5 أراضي و6 أراضي ما حطوش طوبه في مشروع من مشاريعهم، واللوكيشن بايع نفسه بالبلدي يعني. بالظبط. لوكيشن انا على محور الجامعات، يعني لو حضرتك لو نزلت معايا هنا، انا متاكد انك هتشتري محل لو في الميزانيه بتاعتك باذن الله. انا متشكر جدا ليك يا استاذ احمد، ونشوفك دايما على خير باذن الله، ونطلع انا وانت على اوبسيديار وتدينا برضو يعني كل التفاصيل اللي محتاجينها اكتر غير الفيديو اللي عملناه قبل كده. شكرا جدا لحضرتك.